السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ازيكم؟ النهارده هنبدا المحاضرات بتاعتنا ان شاء الله. وهنبدا باول حاجه هي الروبوت ارم كاينماتكس، وازاي بن الموشن، ازاي بندسكرايب الموشنز بتاعت الروبوتس. ايه هو اصلا روبوت ارم؟ وكل هذه الثيوريتيكال كونسبتس او كل الحاجات النظريه اللي احنا محتاجين نغطيها عشان نقدر نبدا في العملي ويكون عندنا بيسكس كويسه. طبعا لو انت روبوتكس ستودنت او انت اصلا عندك الخلفية ديت ومش محتاجها، فممكن تسكيب الليكتشر ديت او تسكيب الموديول ده وتخش على الموديول بتاع رص على طول. لو انت ما عندكش الخلفية ديت فده هيكون تغطية شاملة كويسة، او هذا الشابتر هيكون تغطية شاملة كويسة للأسس النظرية اللي احنا محتاجينها. ولكن الحاجة الوحيدة هنا اللي احنا مش هن دايف ديب فيها او مش هنغوص فيها هي فكرة الاستنتاجات بتاعة المعادلات جاية منين او كده، ولكن انا هدي المعادلة زي ما هي وهشرح ممكن بطريقة مبسطة جت منين، ولكن مش هنغوص في الموضوع عشان احنا مش محتاجينه، لان الكورس عايزين يركز اكتر على الجزء العملي اكتر، او الجزء اللي هو احنا محتاجينه اكتر كروبوتكس انجينيرز. طيب، اول حاجة عندنا هي introduction اصلا. يعني ايه روبوتك مانيبيوليتر؟ روبوتك مانيبيوليتر زي ما انتوا المفروض عارفين هو بيبقى arm او بيبقى في شكل الذراع. بيكون متكون من حاجتين مهمين جدا او حاجتين عنصرين اساسيين، وهو mechanical links او rigid bodies connected ببعض عن طريق joints. طيب، زيه زي فكرة دراع الإنسان، هو جزئين ولكن هو connected بجوينت أو connected بمفصل. هي نفس الفكرة بالظبط، ولكن في الروبوتس الجزئين دول بيتكونوا من ريجيد لينكس زي ما احنا شايفين هنا، وفي النص بيكون زي ما احنا شايفين هنا كده في ريجيد لينك وريجيد لينك، وفي النص بيكون في موتور. الموتور ده بنتحكم فيه بالكمبيوتر او بنتحكم فيه عن طريق كمبيوتر او عن طريق بي ال سي او عن طريق حاجات كتير ممكن نتحكم فيه بيها، ولكن in general بيكون computer controlled joint او موتور. طيب، آه، الروبوت ده بقى لما بنيجي نوصف الحركات بتاعته فهو basically بيكون عنده محاور بيتحرك فيها، وعدد المحاور اللي الروبوت يقدر يتحرك فيها هي دي ال degrees of freedom بتاعته. طيب، يعني عندنا روبوت بيبقى عنده 2 degrees of freedom، يعني معنى كده ان هو يقدر يتحرك في محورين بس، زي الروبوت في الصورة رقم سي هنا. فهو يقدر يتحرك في محورين بس اللي هما X و Z. طيب، عندنا روبوتس ممكن تتحرك 4 in 4 degrees of freedom، فهي ممكن تتحرك in 4 axes أو تتحرك في 4 محاور. يعني يقدر يتحرك في 4 محاور مختلفين. عندنا روبوتس بتكون 6 degrees of freedom أو 6 درجات من الحركة، وهي دي بتتحرك في 6 محاور، وهي بتكون روبوتس اللي هي مستخدمة في الصناعة أكتر. غالبا هي دي بتكون 6 degrees of freedom. معظم الروبوتس المستخدمة في الصناعة هي بتكون 6 degrees of freedom. طيب، الروبوتك ارمز بقى ليها تاسكس كتير قوي ممكن تستخدم فيها. ممكن تستخدم في الميديسين، ممكن تستخدم في المانيفاكتشرنج زي ما قلنا، ممكن تستخدم في اللوجيستكس، ممكن تستخدم في الهاوس هولد. دلوقتي في الترند ان الروبوتكس تستخدم في البيت انها تعمل الوظائف بتاعة البيت. ودي حاجات جديدة زي مثلا ما هنشوف هنا في الفيديو ده. عندنا روبوت بيصب المية في الكوباية. دي حاجة يعني خيالية ممكن بالنسبة للبعض، ولكن الترند دلوقتي او الترندز اللي الناس بتدور عليها دلوقتي هي ان احنا ندخل الروبوتس في حياتنا اليومية اكتر، بحيث انها تساعدنا وتحسن من مستوى حياتنا ومن مستوانا في الحياة عامة، عن طريق انها تساعدنا في التاسكس اللي احنا بنحس انها مملة، زي مثلا تطبيق الغسيل، الطبخ، تنظيف المواعين، وكل هذه الاشياء. في روبوتس دلوقتي ممكن تعمل الكلام ده، ولكن لسه محدودة شوية ولسه مش متوفرة زي
مش متوفرة قوي يعني زي الروبوت الصناعية، ولكن هي ده الترند، وده اللي ممكن خلال ال5 سنين الجايين هيكون ممكن تلاقي ان انت تقدر تشتري روبوت في البيت يعمل لك كل حاجة انت عايزها يعني. طيب، نخش بقى في الموضوع اللي احنا المفروض نتكلم فيه، وهو ايه هي الروبوت ارم كايناماتكس، او ايه هي اصلا علم الكايناماتكس ده. عندنا حاجتين مهمين لازم نفرق بينهم، وهي الداينامكس والكايناماتكس. لان الناس اللي منكم درسوا انجينيرنج ميكانكس، او الناس اللي منكم درسوا ميكانيكا او درسوا الكلام ده كله، فطبعا سمعوا مصطلح كايناماتكس ومصطلح داينامكس، بس هم مش ممكن يكون في اختلاط دايما ما بين الحاجتين. وفي مصطلح statics، فعندنا 3 مصطلحات مختلفين. أول مصطلح هو statics، وهو ده دراسة علم الأشياء الثابتة. تمام. وبعدين عندنا dynamics، وهو دراسة علم الأشياء المتحركة، بالأخذ بقى في الاعتبار كل الفورسز وكل التوركس وكل الأشياء اللي هي حوالين الحركة. طيب، عندنا بقى فرع كده صغير اسمه الكايناماتكس، وده اللي بيدرس الجيومتري بتاعة الموشن أو الجيومتري بتاعة الحركة. آم، وبيديها نوعا ما descriptions، ونقدر ان احنا نوصف بطريقة اناليتيكال الجيومتري بتاعت الحركة بتاعت مثلا الروبوتس، او بتاعت اشياء اخرى زي مثلا السيارات وكل الحاجات دي. طيب، ليه بقى احنا محتاجين اصلا ندرس العلم ده، او ليه محتاجين نفهم الكلام ده كله؟ احنا محتاجين نفهم الكايناماتكس بتاعت الروبوت ارمز، عشان هي الفاونديشن بتاع الموشن بلاننج وبتاع الكنترول بتاع كل الروبوتس اللي عندنا في العالم كله. او في اي روبوت لازم نكون فاهمين ازاي بيتحرك، وعشان نفهم ده لازم نفهم الكايناماتكس اللي وراه، سواء فورورد كايناماتكس او انفرس كايناماتكس، وده اللي احنا هنغطيه خلال الشابتر ده كله في الكورس. طيب، نيجي بقى لحاجة هي سهلة وممكن تكون ناس كتير تعرفها، وهي ايه هو البوز. طيب، let's say انا عندي نقطة هنا اهي، نقطة موجودة في السبيس. أنا عندي نقطة هنا موجودة في السبيس، وعندي coordinate frame كده x و y، وعايز أوصف النقطة ديت موجودة فين في السبيس. فإيه اللي أنا بعمله؟ بقول النقطة دي والله على المحور x موجودة في كذا، أو على المحور y موجودة في كذا. فلتس say مثلا عندنا هنا A وعندنا هنا B مثلا، فعندنا البوينت ديت هتكون موجودة في x basically عند A، عند point A، وفي Y عند point B. تمام. طيب، ايه هو بقى اصلا ده؟ كده انا بوصف مكان البوينت ديت في السبيس. طيب، ده كده لو احنا بنتكلم 2D. طب let's say بقى احنا قلنا ان عندنا هنا كمان محور Z، فاحنا هنا عندنا X Y و Z، او المفروض ده Z ودي ال Y عندنا هنا. تمام. طيب، فكده بقى عندنا البوينت ديت في مثلا هنقول هنا سي، فهنلغي بقى البي ديت، فبقت في واي عند نقطة سي، وفي الزد عند نقطة بي. انا عاملها اي سي بي عشان نفهم الديفرنس ما بين المحور ده والمحور ده. طيب، فبالتالي انا دلوقتي عرفت اوصف البوينت ديت في ال 3D space عن طريق اماكنها على الكوردينيت فريم اللي انا حاطه ده، او على الكوردينيتس اللي انا حاططها بفيكتور او بفور element unit vector اسمه x y and z and 1 دي، عشان زي ما قلت هو المفروض يكون homogeneous unit vector وكده. زي ما قلت احنا مش هنخش بقى في التفاصيل اللي ورا منين جت الحاجة، ولكن هو بنوصف البوينت ب x y and z and 1. طيب، ده بيخلينا نقدر ان احنا نريبريزنت او
ده كده انا وصفت حاجة اسمها البوزيشن بتاع البوينت في السبيس. طيب ايه هو بقى اصلا البوز؟ ما هو احنا دلوقتي العنوان عندنا هنا بوز. يعني ايه بوز بقى؟ بوز هو البوزيشن والاورينتيشن بتاع البوينت في السبيس. طيب انا دلوقتي وصفت البوزيشن. البوزيشن هو الاكس والواي والزد بتاع البوينت. طب ما البوينت دي ممكن تبقى محطوطة بانجل 45 مثلا، مقارنة بالاكس اكسس او اكس او الواي اكسس او الزد اكسس. فبالتالي عشان اوصف ده كمان، عشان اقدر اوصف البوينت ديت في الاكس والواي والزد من ناحية الروتيشنز، ليها بقى representations تانية وهي الروتيشن ماتريسيز. وديت اللي هنخش فيها في السلايدز الجاية. ولكن اللي محتاجين نعرفه في السلايد ده هو يعني ايه بوز. بوز هو حاجة بتتكون من البوزيشن والاورينتيشن بتاع الاوبجكت او بتاع البوينت في السبيس. طيب آه نيجي تاني لنفس النقطة، وهي زي ما قلنا position orientation. يعني pose، البوزيشن هو اللي بيدescribe where is the object located in the space. والorientation describe how the object is rotated in the space. وممكن يكون represented by rotational metrics, Euler angles or quaternions. وكل الحاجات ديت هنغطيها وهنفهمها. rotation matrices هي matrices بتستخدم عشان نوصف الاورينتيشن بتاع الاوبجكت في السبيس، وبتكون مثلا لو انا عايز احرك الاوبجكت ده ب 90 ديجري، فلو حطيت الماتريكس ده هيديني الريزلت ديت على طول. لو انا عايز احرك مثلا الاوبجكت ده في الاكس اكسس ب 45 ديجري زي ما احنا شايفين، فالروتيشن ماتريكس هيديني الفاليوز اللي انا محتاجها عشان احرك الاوبجكت ده في الاكس اكسس ب 45 ديجري. تمام. فدي ايه اهم النقط اللي احنا محتاجين نفهمها. هنخش بقى في تفاصيل اكتر واحدة واحدة من من الموديول الجاي ان شاء الله.